هؤلاء الناس الذين رأينا كيف يتعاملون مع شاب مصري استطاع أن يأخذ الميدالية الذهبية في روسيا في بطرسبورغ. استطاع هذا الشاب المؤمن أن يحصل على الميدالية الذهبية في لعبة الكونغ فو، مجرد أن كشف هذا الشاب عن نفسه وأنه يؤمن بربع العدوية وبأهل ربع العدوية الذين قتلوا مظلومين في هذه الساحة. مهما حاولوا أن يقللوا إن هذا العدد لم يزد على 1200 1200 3000 5000 قولوا ما تقول، افرض 1200. هؤلاء 1200 يعني يذهبون هدرا. 1200 قتلوا ظلما. هذا الشاب أعلن أنه مع هؤلاء. جنون هؤلاء ليس لهم عقول. هذا الشاب المؤمن المستقيم الذي جلب لكم، هزمتم في أفريقيا 6-1. واحد جاء به شاب مؤمن أبو تريكة، الشاب المؤمن المستقيم جاء لكم بهذا، وهذا جاء لكم بميدالية ذهبية. جنونهم سحبوها منه وفعلوا به الأفاعيل. وقام أحد القضاة المجانين المهووسين يقول اسحبوا منه الجنسية. الجنسية لا تسحب، هذا رجل مصري، كيف تسحب منه الجنسية؟ الله، راجل عاش في مصر، أباؤه في مصر، أجداده في مصر، كيف تسحب منه الجنسية؟ هؤلاء قوم فقدوا عقولهم وفقدوا دينهم وفقدوا هويتهم وأصبحوا يرتكبون الحماقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحييك يا أخي محمد يوسف، نحييك هنا في قطر وفي بلاد الخليج وفي البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية ليأخذوا منك ما يأخذوا. نحن نعطيك كل شيء تستحقه، لا تبالي بهؤلاء. الله معك والشعوب معك والمؤمنون في كل مكان معك والرجال الأشراف معك، ولن يترك الله عملك أبدا. أيها الإخوة، كنت أريد أن أحدثكم عن الإخوة في العراق والإخوة في بلاد أخرى، ولكن الوقت لا يكفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك العفو والعافية